اسمي نورة. طول عمري بتخيل إن الحياة سهلة، وإن المواقف الصعبة اللي بسمع عنها بتحصل لناس تانيين مش ليا. كنت أتخيل إن اللي بيخون أو ينحط في مواقف مستحيلة هم ناس ضعاف، لكن أبداً ما توقعت إن أنا نفسي أقدر أكون في يوم من الأيام مكانهم. نورة دي قصتي. أنا بنت بسيطة من عيلة متوسطة الحال، مش أغنياء ولا فقراء، يعني مستورين. بابا كان راجل ريفي أصيل، لكنه اشتغل سواق وبدأ حياته من الصفر. جدي كان عنده أرض وباعها عشان يسدد ديون بسبب خلافات عائلية، ومن ساعتها وحلم بابا الوحيد إنه يخلف ولد عشان يرجع الأرض تاني. لكن القدر ما جابش غير 4 بنات، أنا و3 أخوات. بابا اتجوز ماما، وكانت ست جميلة جدا ورقيقة وخلوقة. الحب بينهم كان حب نادر. ماما كانت بتفهم بابا من نظرة عينيه، وعمرها ما زعلته ولا اختلفوا أبداً. أنا كنت بتمنى أعيش نفس القصة دي لما أكبر. بابا قرر يشتري لكل واحدة فينا قطعة أرض زراعية ويبني عليها بيت صغير. قال: عشان لما تتجوزوا حياتكم تكون مضمونة ومتكملكوش حاجة. شرطه الوحيد: ما نبيعش الأرض أبداً. أختي الكبيرة اتقدم لها دكتور، وبابا وافق بشروط إنهم يشتغلوا في الأرض جنينة فاكهة وما يهملوهاش. وبالفعل اشتغلوا فيها وخلفوا ولد. بابا كان طاير من الفرحة بسببه. أما أنا فكنت الوسطانية، مش شاطرة في الدراسة زيهم. اشتغلت مدرسة عادي، لكن بابا كان راضي عني. بعدين تقدم لي كريم، مهندس زراعة قريب من العيلة، وكنت معجبة به جدا. بابا فرح جدا وشرط عليه نفس الشرط: الأرض دي مش للبيع. اتجوزنا وكنت مبسوطة جدا. حملت بسرعة، وأبويا قال لي: ما تشتغليش، ركزي في صحتك وحياتك. ومرت الأيام حلوة لحد ما الدنيا انقلبت فجأة. أول علامة خطر تغير حياتي كلها: إزاي كريم فجأة بقى مش قادر يمشي؟ وإزاي ظهر شخص غريب في حياتنا؟ العنوان: لما الظروف تبدأ في التغير. في يوم عادي كريم حس بتعب خفيف، بعدها بشوية بقى مش قادر يوقف على رجليه كويس. هو دايما كان بيحب الحركة وبيحب يشتغل في الأرض بنفسه، لكن فجأة بقى كل حاجة صعبة عليه. أنا كنت حامل في الشهور الأولى، وضعي صحي كان صعب، لكن حاولت أقف جنبه قد ما أقدر. الأرض فضلت فاضية طول الفترة دي. كريم كان زعلان وعاجز إنه يشتغلها، وأنا مش قادرة أساعده. أصحابه كانوا بيزوروه من وقت للتاني، وكان في واحد اسمه طارق، صديق عمره من أيام الجامعة، قريب منه جدا. في يوم كريم قال لي: جهزي غدا، طارق جاي على العشاء. طبخت أحسن حاجة بعرفها. وبعد الأكل سمعتهم بيتكلموا. كريم قال لطارق: خلاص أنت هتبقى شريك في الأرض دي، عشان أنا مش قادر أشتغلها ومش عايز أي حد غريب يلمسها. زعلت قوي. الأرض دي كانت أمانة من بابا. رفضت الفكرة تماما في البداية، وبصراحة طارق زعل، لكن تقبل الرفض. كريم ما زعلش مني وقتها، لكن حسيت إنه متضايق. مرت الشهور، بعدها بابا توفى فجأة. كانت أقصى لحظة في حياتي. هو اللي كان سند البيت كله. ومن بعدها الظروف المادية بدأت تنهار. كريم مش قادر يشتغل، أنا مش بشتغل، ومعانا طفل رضيع بقى عيل صغير محتاج كل حاجة. مفيش دخل ثابت. في يوم كريم رجع يكلمني بنفس الطلب: خلينا نكلم طارق تاني، خلاص بقينا محتاجين أي دخل. المريض اللي مش قادر على حاجة، والست اللي خايفة على ولادها. أنا وافقت وأنا قلبي مش معايا. طارق رجع، بدأ يصلح الأرض وهي كانت مهملة أكتر من سنة. شقها، زرعها، خلاها تاني خضراء. لأول مرة من وقت طويل حسينا إن في أمل، ودخلنا بقى في فلوس. طارق كان محترمة جدا، ينام في أوضته فوق السطح، ما بيضيقش علينا، بيساعد في كل حاجة. أنا كنت بعمله أكل وبتعامل معاملة كويسة. لكن مع الوقت حسيت بحاجة غريبة، إن وجوده بقى جزء من حياتنا بشكل مش طبيعي. إيه اللي حصل بيني وبين طارق وخلاني أهرب من بيتي؟ وهل كريم عرف الحقيقة؟ العنوان: وجوده بقى جزء من كل حاجة. طارق فضل معانا سنين، وأنا للأسف اتعودت عليه، وهو كمان اتعود علينا. بقى هو اللي بيجيب طلبات البيت، اللي بيصرف، اللي بيزرع الأرض، اللي بيجيب دخل كويس. كريم بقى متفرج أكتر ما هو شريك في الحياة. وحاجة تانية كمان، كريم وأنا ابتعدنا عن بعض كزوجين، مش بالكلام، لكن الجو بقى بارد. مفيش كتير من القرب زي الأول. كريم كان تعبان،
وأنا كنت منهكة بين البيبي والبيت وبين خدمة طارق بدون ما أحس. كنت بعمل كل ده عشان مصلحة البيت. طارق كان بيحترمني جداً، عمره ما ضيقني ولا جال كلمة تزعلني ولا نظرة ولا إحساس غلط، لكن كان في راحة غريبة في وجوده. وأنا بصراحة بدأت أحس إنه مش مجرد صديق للبيت، لكن راحتي النفسية بقيت متعلقة بوجوده. وبدأت أخاف من الشعور ده. مرة واحدة طارق سافر عشان والدته كانت تعبانة، اتأخر شوية في الرجوع. لما رجع عرفنا إن والدته توفت. كان مكسورة جداً. لما رجع كان وحيد، عيونه حزينة. أنا حزنت عليه بطريقة خلتني أخاف من نفسي. لأول مرة أحس إن في حاجة غلط، إني مهتمة بيه أكتر من الطبيعي، إني بدل ما أكون قلقة على كريم قلقي كان على طارق. مرت الأيام، كريم بقى يلاحظ إن في حاجة متغيرة بيني وبين طارق بدون ما يحس. صار يتضايق بسرعة. كنا بنتكلم قليل جدا. حياتنا الزوجية كادت تموت، وطارق كان لسه موجود. في يوم كنت قاعدة مع نفسي، فجأة حسيت بالذنب. إيه اللي وصلت له؟ أنتي مش خاينة، بس قريبة من الخيانة بشكل مش طبيعي، وكل ده في بيت واحد والناس حوالينا بتراقب. وقتها اتخذت قراري الغبي، قررت إني أهرب، أروح عند أمي. خدت البيبي ورحت. أمي سألتني: مالك يا حبيبتي؟ متضايقة من كريم ولا إيه؟ ما ردتش، ضغطت عليا زيادة. وبعد شوية انهارت. في الجزء الجاي إزاي واجهت أمي بالحقيقة، واكتشاف صادم من بابا قبل ما أتخذ أي قرار مصيري. العنوان: اللحظة اللي انكسر فيها الصمت. أمي فضلت تسألني أيام. أنا كنت بهرب من السؤال، بس هي أمي عرفت إن في حاجة غلط. قالت لي: نورة، أنا عرفاكي من يوم ما كنتي صغيرة، في حاجة مضايقاكي، قوليلي عشان نعرف نصلح الدنيا. وقتها انفجرت. قلت لها: ماما أنا تعبانة. كريم بقى شخص تاني، الوضع بين ميت، ما فيش تفاهم، ما فيش حياة حقيقية. أنا عايشة في بيت حزين، ومع ذلك في شخص تالت موجود معانا طول الوقت. والأسوأ إن أنا بقيت مرتاحة مع وجوده أكتر من وجود جوزي. أمي اتصدمت، قعدت ساكتة شوية، بعدين قالت: يعني إيه شخص تالت؟ قصدك طارق؟ اللي شريك الأرض؟ أنا كنت فاكرة إنه مجرد صديق ساكن عندكم عشان الشغل. قلت لها: كان كده في الأول، بس الظروف غيرت كل حاجة، وكريم بقى مش قادر يقف على رجليه، وطارق هو اللي بيصرف علينا، وصرت أتعامل معاه كأنه جزء من العيلة، أكتر من العيلة. أمي هزت رأسها وقالت: طب إحنا لازم ناخد خطوة عملية، لازم تكلمي أبوكي، هو بس اللي يقدر ياخد قرار يحميكي من نفسك ومن البيت اللي انت فيه. جيت في المساء عند بابا. بابا كان دايما صارم لكن حنون. لما قعدت قدامه قال: نورة، أمي قالت لي إنك عايزة كلام مهم. بصيت في الأرض. قلت: بابا، أنا مش عارفة أكمل مع كريم، مش قادرة. قال: ليه؟ إيه اللي تغير؟ انت كنتي مبسوطة معاه. الموقف كان صعب، أنا مش عارفة أقول لأبويا الحقيقة كاملة. قلت: كريم بقى عصبي وبيتضايق مني بسرعة وحياتنا صعبة. بابا ضغط عليا قال: ده بس الكلام، في حاجة تانية صح؟ وقتها حسيت إني محبوسة. قلت: في شخص عايش معانا ساعدنا، بس أنا بدأت أحس بارتباك تجاهه. بابا فضل الصامت. قال: سمعت كلام كفاية، أنا عايزك ترجعي البيت وتمنحي نفسك فرصة أخيرة. لو لسه في نفس الشعور ساعتها تتصرفي. المهم تعرفي إن طفلنا الصغير اللي هيخسر لو اتخذتي القرار الغلط. فكري كويس، لما رجعت البيت لقيت طارق راح فين، وإزاي انفجر كل حاجة بيني وبين كريم في مشهد هز البيت كله. العنوان: انفجار الحقيقة ورد الفعل المدمر. رجعنا أنا وابني للبيت. كنت خايفة ومرتبكة، لكن قررت أواجه الموقف بدل ما أهرب مرة تانية. أول حاجة لمحت لما دخلت طارق مش موجود. سألت كريم: فين طارق؟ قال بسخونة: سافر البلد شوية، قال هيقعد يومين. قلت في نفسي: خلاص، دي فرصة أتكلم مع كريم وأصلح اللي ممكن يتصلح. بعد العشاء قعدنا في الصالة. كريم بص لي وقال: نورة، أنا مش غبي، أنا حاسس إن في تغير فيكي من وقت طويل. أنتي ما بقتش زي زمان، ولا بتحبيني، وحاسة إني تقيل عليكي. أنا كنت عايزة أقول حاجة، لكن الكلام بقى صعب. فجأة قررت أكون صريحة تماماً. قلت: كريم، في حاجة حصلت. أنا، طارق وأنا كنا لحظة ضعف. حصل بينا موقف مرة، وأنا مش قادرة أحس إني كويسة من ساعتها. عينيه كبرت، ما كانش مصدق. سأل: إزاي؟ إمتى؟
إزاي أنتِ عملتِ كده وأنا في الأوضة التانية؟ إزاي وأنا واثق فيك وفيه؟ قالت له. كان لحظة ضعف، مش حب، مش هروب، بس ضغط سنين. كريم زعق في وشي، حاجة عمره ما عملها قبل كده. قال: أنا طردتك النهاردة، خدي ابنك وامشي من بيتي. خلاص، أنا مش عايزة أشوف وشك تاني، ولا عايزة أشوف وش طارق بعد النهاردة. أنا استنكرت، انهارت في البكاء. قلت: أنا بس كنت صريحة عشان أرجع لك وأصلح كل حاجة. الراجل الوحش مش أنا، الظروف اللي حطتنا في بعض كل يوم في البيت ده السبب. لكن كريم كان زعلان بشكل مش طبيعي، مرضوش يسمع أي حاجة. فضل يردد: مشي دلوقتي. أنا لقيت نفسي بنفسي برا البيت، في الشارع، ابنة في حضني. كنت عارفة إني ضعت. هل بابا هيسامحني؟ وهل فعلا الظروف وحدها السبب؟ ولا أنا كمان ليا ذنب؟ القرار الصعب اللي غير حياتي للأبد. العنوان: هل كنت غلطانة لما قلت الحقيقة؟ رجعت تاني لبيت أهلي. بابا فوجئ بوشي وأنا مدمرة، ابنه نايم في حضني وآثار الدموع على خدي، مش قادر يتكلم. فضل صامت 5 دقائق. أنا اتكلمت أول: بابا، أنا قلت الحقيقة لكريم، قلت له اللي حصل بيني وبين طارق، ومشي من البيت. بابا زفر، قال: ما كنتيش محتاجة تقولي التفاصيل يا نورة. أصل الراجل لو عرف مش هيسامح أبداً، حتى لو كان ظلمك أو كان وضعه صعب. الرجالة كده ما بيقدروش يتخطوا النوع ده من الخيانة، حتى ولو كانت لحظة ضعف. قلت: أنا كنت عايزة أبدأ صفحة جديدة، ما بقاش فيه أسرار. بابا بص لي بعيون تعبانة، قال: أنا مش غاضب منك، لكن لازم تتحملي نتيجة اختيارك. دلوقتي في طفل صغير في حضنك، ركزي فيه دلوقتي. كريم محتاج وقت، يمكن يسامح لو حس إنك ندمة فعلا، لكن قبل أي حاجة خليكي قد المسؤولية اللي جاية. أنا كنت عايزة أسمع رأي حد. قلت: بابا، هل كنت صح يوم ما اعترفت؟ طب لو كتمت كان زماني دلوقتي في بيتي ومرتاحة. قال: الصراحة صعبة، لكن لو كتمتي كانت هتتحولي الكذابة بتاعت أسرار، ولو طارق فضل موجود كان زمانكم رجعتوا تاني للغلط. فأنتي كسرتي الدايرة اللي كنتي فيها، ثمنه غالي جدا، لكن يمكن بعد سنين تشوفي إنك كنتي شجاعة. المهم متعمليش كده تاني مع أي حد. لسه بحس بالندم كل يوم، لكني تعلمت إن الظروف مهما كانت صعبة مش مبرر إننا نجرح اللي بنحبهم، ومهما الأسرار صعبة أهون من إننا نحط نفسنا في مواقف الغلط من الأساس.